كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض أكل النهاردة جميلة لأول مرة أعملها في رمضان. أنا بحبها جدا وبعملها على طول، لكن أول مرة أعملها في رمضان بصراحة وناكلها في رمضان. أكلة جميلة كلنا كنا بنقول عليها أكلة الغلابة، دلوقتي بقت أكلة المبسوطين الأغنياء. يعني أنا النهاردة مبسوطة جدا من الأغنياء. معايا البطاطس بتاعة البيكلز الصغيرة دي، نقعتها وغسلتها كويس جدا وحطيت لها مية حلوة كده، وغطيت المية خالص وحطيت الملح وسبتها تتسلق. وتاني حاجة البيض بتاعي، البيض اللي دلوقتي ما عادش حد بنعمله الا يعني بالحكمة كده، بس الحمد لله ونعمته علينا، الحمد والشكر لك يا رب. حطيت البيض يتسلق. اكيد عرفتوا هنعمل النهارده ايه، رز وبيض وبطاطس. اكلة جميلة جدا، انا عن نفسي بحبها قوي قوي يعني، انا والولاد الحمد لله. حطينا الرز عشان يستوي، حطيت الزيت سخن قوي وحطيت عليه الرز وسبته يتشوح كده شويه، وحطيت الميه والملح. يبقى انا كده سلقت البطاطس وسلقت البيض وحطيت الرز على النار. نكمل الفيديو مع بعض وتشوفوا الاطباق بتاعتي هكملها ازاي، وهعمل معاكم سلطه بطاطس خطيره. نكمل الفيديو مع بعض. خلاص نظبط الملح بتاع الرز وهنسيبه لغايه ما يتشرب خالص ويغلي، ونهدي عليه النار ونسيبه يستوي على مهله كده عقبال ما البطاطس تتسلق والبيض يتسلق. وهنشوف مع بعض بعد ما البطاطس تتسلق هنعمل ايه. كده خلاص الرز اتشرب، هنهدي عليه النار ونسيبه على مهله خالص. ناخد بقى البطاطس نقشرها زي ما انتم شايفين كده. دي البطاطس بنسميها بيكلز صغنونه او ميني بطاطس، حاجه كده جميله قوي، بنحبها قوي بعد ما تتسلق وتتقشر وتتقطع طرنشات وتتقلي في الزيت. اللي مش عاوز انا هعمل كده، وهعمل برضو بطاطس مقليه عادي صوابع. وما تلاقي بطاطسايه مهروسه كده شويه منك هتسيبيها على جنب، واي فتة اللي هتطلع من البطاطس هتسيبيها على جنب، مش هنرميها، وهنعمل سلطه بطاطس خطيره وهي سخنه كده بتتهرس بكل سهوله. نقطع البطاطس طرنشات حلقات بالطريقه دي. زيت بقى سخن ونحط البطاطس عشان تتقلي. عقبال ما البطاطس تكمل بقى تحمر تحميره حلوه، تعالي نعمل سلطه البطاطس. نهرسها كويس قوي بالشوكه. اول هرست البطاطس اهرسي وهي سخنه عشان تتهرس بسهوله. تعالوا بقى نتبل البطاطس الجميله دي. شويه ملح، فلفل، كمون، كزبره، ونحط رشه بقدونس، ونهرس كويس كله مع بعض ونقلبهم كويس قوي، وهتبقى عندك سلطة بطاطس خطيرة. بس نشوف التكة بقى اللي هتتعمل دلوقتي، هتاكلي احلى سلطة بطاطس. تعالي بقى في طاسة نحط شوية زيت يسخنوا كويس قوي، وننزل بمعلقة توم مفروم. عاوزين نحمر التوم اللون التحميرة بتاعته اللون الذهبي الحلو ده. اول ما تبقى لونها ذهبي هننزل بالبطاطس بتاعتي. دلوقتي هنحط البطاطس المهروسة المتبلينها بالملح والفلفل والكمون والكزبرة والبقدونس كده، لون التوم تمام قوي الذهبي الحلو بتاعي. ننزل بقى بايه، بالبطاطس المهروسه، ونقلب كويس قوي ونسيبها على النار هاديه عشان بحب اكلها وهي سخنه. والبطاطس هي اتحمرت اللون الذهبي الجميل، نطلعها بقى من الزيت نحطها في مصفى. وانزل كمان دلوقتي هحط البطاطس الصوابع بعديها على طول. انا مقشره البطاطس الصوابع ومجهزاها. يبقى انا كده عندي 3 انواع بطاطس: بطاطس مقليه صوابع، بطاطس مسلوقه ومقليه طرنشات، وعندي كمان سلطه بطاطس. البيض خلاص اتسلق نقشره ونبدأ نقليه بعد البطاطس. لازم تتقلى كده ويبقى طعم البيض جميل جدا مقلي في الزيت مدحرج، احنا بنقول عليه برضو مدحرج جميل، ياخد التحميرة الحلوة. وهنطلعه ونقدمه. ودي كانت سفرتي النهاردة ما شاء الله، الحمد لله فيما رزق وعلى نعمته علينا. كل حاجة بقت غالية ولازم نفكر. طبعا هي أكلة مش موفرة خالص، احنا بنقول ممكن توفر. كان عندي الرز وكان عندي البطاطس، يعني يا دوب جبت البيض بس عشان يتسلق ويتعمل، بس برضو نقول مكلفة بس للطبقة المتوسطة. ما تنفعش أكلة غلابة، ما عادتش نقول عليها أكلة الغلابة، بس الحمد لله فيما رزق. وده كانت النهاردة ده الفطار بتاعي. ألف هنا وعافية وصوما مقبولا وإفطارا شهيا. ودي السلطة بتاعتي اللي عملتها مع الأكلة الجميلة. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان ينزل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.